فأول شهر ليك في كندا، يا إما تبدأ تبني مستقبلك في مجالك وتدخل من الباب الكبير، يا إما تضيع سنين من عمرك في شغل مش بتاعك ولا شبهك ولا كان في يوم من الأيام حلمك. والفرق بينهم مش واسطة ولا حظ ولا حتى شهادة الدكتوراه اللي في شنطتك، حاجة واحدة بس لو فهمتها صح النهاردة حياتك كلها هتتغير للأحسن. هقولك عليها بالتفصيل في الفيديو ده. يا مساء الجمال والسعادة عليكم جميعا، أتمنى تكونوا بأفضل حال يا رب. أنا لسه راجع من الشغل بس قلت لازم أفتح الكاميرا وأتكلم معاكم، لأن اللي شفته النهاردة شفته كتير قبل كده، وناس كتير بتقع في نفس الغلط. بشوف شباب زي الورد، طاقات جبارة، بس محبوسين جوه تفكير قديم مش هيوصلهم لحاجة هنا في كندا. قبل ما نغوص في التفاصيل حابب أقول لكم حاجة مهمة جدا. الرحلة دي محتاجة صحبة، وعلشان كده احنا عملنا جروب للتليجرام. الجروب ده مش بس للأخبار، ده بقى زي العيلة، بنتكلم فيه وبنشارك فيه كل حاجة مع بعض. لو عاوز مكان تتكلم فيه براحتك وتلاقي حد يسندك بمعلومة، الرابط هتلاقيه في الوصف، وبرضه ممكن تعمل سكان للكيو ار. صدمة الواقع. خليني أبدأ معاك من الحقيقة المرة. ناس كتير بتوصل مطار كندا وهي جواها فكرة مسمومة: أنا ضعيف، لغتي وحشة، مش عارف أتكلم إزاي، ماليش قيمة هنا، لازم أقبل بأي حاجة وخلاص علشان أقدر أعيش. فمثلا تلاقي دكتور بقاله 20 سنة بيعالج في الناس، شغال في الوير هاوس أو بيشيل صناديق، مهندس شاطر شغال ديليفري، محاسب واقف في مطعم. بصوا يا جماعة، الشغل ده شريف وعلى راسي ومحدش فينا ما مرش بمرحلة صعبة، بس العيب فين؟ العيب انك تقنع نفسك ان هي دي كندا وتفضل كده سنين. لا، دي مش كندا، دي طريقة تفكير غلط هي اللي سجناك في المكان ده. المفتاح الأول: الريزومي والاي تي اس. أول بوابة بتخبط عليها هي الريزومي. انسى السي في اللي انت كنت بتقدم فيه في مصر أو الخليج، المكون من 4 5 6 صفحة والصورة الشخصية وتاريخ الميلاد. كل ده هنا غلط. في كندا عاوزين ريزومي واضح ومباشر وفيه كيوردز. ليه؟ لأن قبل ما الإنسان بيشوف ورقك في روبوت بيشوفه الأول، والنظام ده اسمه ال ATS. الروبوت ده بيدور على كلمات معينة، لو ما لقاهاش هيرفضك في ثانية حتى لو انت عبقري في مجالك. عشان كده لازم الريزوم الكندي بتاعك يكون متفصل على الوظيفة. المفتاح التاني: اللغة، التواصل ضد القواعد. طيب ظبطنا الريزومي والحمد لله جالك الانترفيو، هل كده نقدر نقول مبروك؟ let me think. لسه شوية. هنا بقى 80% من الناس بيقعوا، والسبب اللغة. بس مش اللغة اللي انت فاكرها، مش درجات الايلتس ولا الجرامر المعقد. المشكلة في طريقة كلامك. المدير الكندي مش بيدور على مترجم، هو بيدور على واحد يشتغل معاه، زميل ليه. لو انت فاهم شغلك 100% بس مش عارف تعبر عن فكرتك بهدوء وثقة، هو ده اللي هيقلقه. هيقول لنفسه: لو حصلت مشكلة في الشغل، الشخص ده هيعرف يتفاهم معانا ولا لأ؟ اللغة هنا هي مفتاح الثقة. سر الستوري تيلينج: ازاي تحكي حكاية. اهم سؤال بيتحدى عليه مستقبلك في المقابلة لما يسألك ويقولك قول لي عن نفسك او tell me about yourself. رد الفعل التقليدي بتروح قايل له انا اسمي فلان الفلاني، انا عندي experience كذا وكذا وكذا. ده رد ممل جدا. انت هنا محتاج تحكي قصة، وقصة تبقى كويسة. قول له انا بدأت طريقي كذا، واجهت التحدي الفلاني وحليته بالطريقة دي، وقررت أجازف وأجي كندا علشان أبني مستقبل مختلف. لما تحكي قصة أنت بتوريه إنك إنسان مش مجرد كمبيوتر بيسمع وخلاص. الكنديين بيعشقوا الشخص المتواضع الواضح واللي عنده طموح حقيقي، مش مجرد كلام. الاستثمار في النفس، دي بقى نصيحة أخوية. لو حاسس إن لغتك لسه ضعيفة، أرجوك ما تقولش لما أشتغل هبقى أتعلم. لأ، اتعلم الأول علشان تشتغل صح. روح خد كورس، ادفع $10 في الساعة لشخص أجنبي يقدر يتكلم معاك. دي هتغير حياتك أكتر ما تشتري تيشيرت جديد أو موبايل غالي. ده استثمار في لسانك. أنا شخصيا كل ما اترقيت في شغلي هنا اكتشفت حقيقة واحدة: الكلام يساوي شغل أكتر ونجاح. لو ما بتعرفش تعبر عن مجهودك وتتكلم بوضوح، هتفضل في مكانك مهما كنت شاطر. خليني أسألك سؤال أخير وانت بتبصلي دلوقتي: انت جيت كندا ليه؟ او جاي كندا ليه؟ علشان تعيش وخلاص وتدفع فواتير، ولا عشان تنجح وتثبت لنفسك انك قدها؟ علشان تقول انا حاولت وخلاص، ولا علشان تقول انا غيرت تاريخي ونجحت؟ الفرق بين الصورتين دول هو قرار انك تشتغل على نفسك
وما تستسلمش للواقع الصعب في البداية. كندا فيها فرص، بس اللي يفهم يلعبها صح، لغة صح وريزومي صح وقصة صح، وأوعدك هتوصل. لو الفيديو ده لمسك أو فادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتبولي في التعليقات تحت دلوقتي ايه أكتر حاجة مخوفاك في الانترفيو. خليك قوي، واشوفكوا الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.